شكرا احمد على التقرير. بدايه احب اصبح على النجف واهل النجف، هاي البقعه الطاهره، لكم تحياتي. الكل من بيها، الكل اهلها، الناس الطيبين، اصحاب المضايف، الناس الحلوه، انا كلش احبهم. اقول لهم صباح الخير من صباح العراقيه. متواصلين وياكم مشاهدين، لكن راح يكون ضيفي الدكتور صفاء برهان، دكتور علوم اسلاميه. بدايه اقول لك صباح الخير ومنورني بصباح العراقيه. اسمع صباحك. صباح الخير عليك وعلى عراقنا العظيم، ونورتونا بهذا اليوم ان شاء الله. الله يسلمك. بدايه شفنا التقرير احنا سويا اكيد، وعرفنا يعني هذا الجامع الى نكهه خاصه للنجف الاشرف، ونكهه عامه كل العراقيين الموجودين حتى زواره، يعني صاير محل استقطاب الكل الزائرين، كل الاسلاميين الموجودين يدخلون ارض النجف. بدايه يعني حدثني على ارض النجف، عن النجف بصوره عامه، مدينه النجف. لو احنا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا في البدايه مدينه النجف هي مدينه معروفه وقديمه، كان لها اثر في التاريخ ما قبل عصر فجر السلالات في العراق، وقبل الحضارات التي ولدت كحضاره سومريه واشوريه واكديه. كيف نصل الى هاي المعلومه اللي احنا نطلقها الان، ما نطلقها جزافا؟ النجف كما وردت هي من مصطلح او مفرده نار جف، يعني انه او بالسومريه بمعنى انه الماء جف. هذا الشيء اللي زار لمدينه النجف. يلاحظ ان طوفان سيدنا نوح على نبينا واله السلام قد وقع قبل 5000 سنه قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. انحسار الطوفان كان في المنطقة التي تسمى الآن ببحيرة النجف. هذه المنطقة يعني لها أثرها ولها كرامتها عند الله سبحانه وتعالى. كيف يعني نجد النجف؟ حينما نقرأ زيارة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نقول: السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. المكان الذي دفن فيه مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام حينما حفر القبر، وهذا مؤيد في التاريخ، تجده في الكامل في التاريخ، تجده في الطبري، تجده في كتب التاريخ المعتمدة عند المسلمين. إذن هم أضافوا، يعني بهالحالة هم أضافوا لمدينة النجف مثلا هذا التاريخ، أو هاي البقعة صارت محل استقطاب، أكيد يعني لها هواي أضاريح موجودة. أكيد، لأن الله سبحانه وتعالى لأن هنا لك خصوصيات في البقاع وفي الشخصيات. هذه البقاع حينما حفر القبر كما ذكرنا وجد قطعة موجودة ومكتوبة بالسريانية: هذا في قبر نوح عليه السلام، هذا ما ادخره العبد الصالح نوح عليه السلام لأخيه العبد الصالح علي عليه السلام. أي أنه مدفون الآن في تحت في نفس المرقد والقبة الموجودة الإمام علي عليه السلام، وموجود هود وصالح عليه السلام. فهذه البقعة لها ميزة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك نلحظ أن هذه المكان يعني خصوصيته أنه وادي السلام. يعني احنا في المرويات الإسلامية المعتمدة عند كل المسلمين أنه أي روح تقبض، فإذا كانت صالحة فيقول: الحقي بوادي السلام. أما إذا كانت والعياذ بالله طالحة فيقول لها: الحقي بوادي برهوت. وبرهوت هو وادي في منطقة حضرموت في اليمن حاليا. نعم. دكتور صفاء، مثل دولة مثل العراق طبعا هي دولة أم الحضارات، أكيد. مركز للأئمة والمراقد الدينية، وحتى عندنا نشوف السياحة الدينية ما شاء الله، إضافة إلى أنه آثار، نربط هذا الموضوع بالآثار الموجودة في العراق. هل يمكن أنه هذه الحضارات وهذه المزارات وهذه كل الأشياء المميزات الموجودة في العراق ممكن أن تكون مركز للدراسة والبحوث، حتى لو كانوا للأجانب مثل الماجستير أو البكالوريوس يستخدموها في الدراسات والبحوث؟ أكيد. إحنا طبعا نعود ونقول إحنا بعد انحصار هذا الطوفان فإنه بدأت حياة جديدة وتاريخ جديد لهذا العالم. هذه البقعة اللي هي بقعة العراق، لو لاحظنا الخريطة هناك أحد الحكماء قال حينما سئل يعني عن العراق قال: العراق قلب العالم. فعلا الآن أنت إذا تلاحظ الخريطة الموجودة إنه العراق يقع في وسط العالم، فضلا عن ذلك رسم خريطة العراق قريبة على القلب. هذا المكان بخصوصيته اللي ذكرتيه بعد ما بدأت حياة جديدة، يعني بدأت حضارات. أول حضارة يعني وجدت هي الحضارة السومرية. هذه الحضارات أبدعت وأنتجت وقدمت الكثير للعالم، يعني من المخترعات. يعني إلى هذه اللحظة الدين أنت الآن إذا تذهب إلى أي مكان في العالم حينما تذكر على عراقي فأول ما يذكر يقول لك سومري أو بابلي. لماذا؟ لأن الذهنية الموجودة الآن أول حضارة تدرس، لو كنتم تعلمون جنابكم، أول حضارة تدرس في كل المناهج وبكل اللغات هي الحضارة العراقية. أكيد. دكتور، ولو أن حتى أقاطع عن باب الحضارة، يعني أرض النجف معروفة يعني رغم الموجود الأنبياء الموجودة بها أو الشخصيات التاريخ الموجودة بها، لكن لها طعم خاص لكل المسلمين اللي هو ضريح الإمام علي سلام الله عليه. أكيد هو يعتبر جذب واستقطاب إلى كل المسلمين من بقاع العالم بالكامل. أنا أريد أتجه نبتعد شوي عن النجف، ولو إحنا بأرض النجف أكيد باقينا، لكن أريد أروح
المسجد صافي صفا. مثل ما تعرف النجف بها اكثر من مسجد تاريخي، لكن صافي صفا ايش معنى يميز هذا المسجد تاريخيا؟ طبعا انت ذكرت انه ميزه هذا المكان انه جعلها استقطاب لكل المسلمين. صافي الصفا لو نتحدث بشويه بالتوسع يعني في وقت، انه اولا هذا اول مسجد موجود في النجف. الامام علي عليه السلام حينما نقل الخلافه من المدينة المنورة، تعرف الخلفاء الراشدين الثلاثة كان خلافتهم في المدينة المنورة، بعد ذلك انتقلت إلى الكوفة. طبعا الوضع السياسي يعني فرض على الإمام علي عليه السلام أنه ينقلها لهذا المكان، فحينما انتقل كانت الكوفة لو تعلم أنه أول مدينة مصرت في الإسلام، بمعنى أنها أول مدينة متمدنة فيها ما موجود من التمدن الموجود، حتى أن الإمام علي عليه السلام يعترف بأصل العراقي. أحب أذكر هاي المعلومة، حينما سئل قال نحن نبط بيد أن من كوثا، وكوثا تعني كوفة بالسومرية، لأن العرب كما تعرف تقلب يعني الفاء والثاء هم عادي، نقول من فومها ومن ثومها، هاي موجودة عندنا. هذا المكان حينما أتى الإمام علي عليه السلام واتخذ هذه العاصمة، طبعا اتخذت خصوصية له. كان الإمام علي تعرف أنه النجف، نأتي الآن النجف هي ظهر الكوفة تكون، يعني فكان يذهب هو وخلص أصحابه إلى مكان يكون على هذا المكان اللي الآن موجود هو بحيرة النجف، يصلي فيه ويذكر الله سبحانه وتعالى فضلا. هي كانت النجف الأساس، يعني نقول العاصمة بعدين توسعت اللي الكوفة صارت الأساس كانت هي الكوفة، بعدين توسعت صارت النجف. يعني الإمام علي عليه السلام أضفى خصوصية إلى النجف وليس للكوفة. كيف؟ الكوفة طبعا كانت منطقة يعني مكان لانطلاق الجيوش والتحرير من إيران إلى الهند، لكن الإمام علي كان تردده هذا كان يحب يأشر نقطة جدا مهمة، إنه هذا المكان راح تكون له خصوصية أكثر من غيره، وأكثر من الخصوصية اللي جت بعد الأنبياء عليهم السلام، والعنوان الإسلامي راح يطبع بهذا المكان. كان يصلي فضلا عن هناك نقطة معينة، الإمام علي عليه السلام شفاف الطبعة، فكان يذهب إلى المناطق التي يستجم فيها ويأخذ أصحابه، ويكون النقاء دائما. تعرف المكان في الجبل وفي البحر الذهن يصفى أكثر، هاي حالة اجتماعية معروفة، يعني هذا دائما نشوف كل شخص أنه لما يمر بضيق يروح ينتقل وحده إلى البحر أو الجبل. لكن من أين جاءت تسمية المسجد صافي صفا اللي هو أول مسجد في مدينة النجف الأشرف، وحتى الآن أنه نشوف نلاحظ المصلين موجودين في هذا المسجد، يعني مفتوح لحد هسه. أحسنتي. بعد هذا كان الإمام علي عليه السلام حينما يصلي ويقيم هذا الصلاة، فكان هذا المكان كان أول مسجد اللي جنابك تسألين هذا السؤال يصلي فيه، ويقام أول مسجد في النجف، وبركة الإمام علي عليه السلام كان في هذا المكان. وكان في هذه الأثناء يتحدث يقول لهم إنه سيأتي، يتحدث عن أنه سيقتل هنا نفس ويكون لها يدخل في شفاعتها كثيرا من المسلمين. وكان أحد الذين كانوا يعني مريدي الإمام علي عليه السلام كان من اليمن. تعرف اليمن هو البلد العربي الوحيد الذي فتح ليس عنوة، يعني فتح بنوع من الدبلوماسية. كيف أنه النبي صلى الله عليه وآله حينما أرسل الإمام علي عليه السلام ذهب إلى اليمن، حادثهم يعني عرفهم بهذا الدين وحكمة هذا الدين، فاليمنيين المسلمين الوحيدين الذين أسلموا دخلوا في الدين يعني تلقائيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله الإيمان يماني والحكمة يمانية. هذا الشيء النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهواء، يعني ولو أني خرجت قليل بس للمعلومة تفيد الجمهور. أنا أريد أقاطعك، كان عندي سؤال. نعم. شوي الحديث شيق ويا الدكتور أكيد، بس أنا أريد أفهم يعني هذا يعتبر إرث تاريخي، إن هذا يعني شلون نقدر نحافظ عليه برأيك؟ هذا هيك جامع او هيك مسجد يعني تاريخي اللي اجى اول مسجد، يعني هي تعتبر النجف اصلا هي تاريخيه وحضارتها كلش عريقه، لكن اول مسجد بهيك مدينه عريقه شلون نقدر نحافظ عليه برايك؟ طبعا من استشعارنا باهميه هذا المكان، من وجود العقليات والذهنيات التي تسعى الى الحفاظ على ما كل هو جميل في هذا البلد وما هو عنوان حضاري لهذا البلد. هذا المسجد كما ذكرنا حينما ذكر الإمام علي عليه السلام وقال قصته يجب أن يعرفها الجمهور، قال إنه ستأتي يعني جنازة لهذا المكان من اليمن، حدث أصحابه وإذا بعد 3 أيام وإذا بسوادة على بعير اقتربت منهم، فقال له إنه من هذا؟ قالوا له أن جنازة فيها رجل يسمى أثيب. هذا أثيب هو كان من مريدي الإمام علي عليه السلام وممن أسلم على يديه مباشرة كما ذكرنا قبل قليل. هذا أثيب ذكر لأبنائه وكان متمكنا بصراحة، قال لهم إنه سأخذوني إلى النجف فإنه هناك رجل سيدفن عظيم في هذا المكان يشفع في عدد من قبائل مضر وربيعة. طبعا حينما خصص مضر وربيعة لأن العرب كما تعرف عرب الشمالية اللي هي العدنانية وعرب جنوبية اللي هي قحطانية. هذا المسجد له نكهة يمنية؟ نكهات يمنية. أحسن، نكهات يمنية. هو أراد بالضبط، يعني أثيب رضوان الله عليه أراد أن يجعل عنوانا بارزا لليمن في هذه البقعة المباركة، وفعلا تم له ذلك، فدفن في هذا المكان اللي هو الإمام علي عليه السلام. وهذا المسجد خصوصيات إلى أخرى، مو بس هذا المكان، أولا كأول مسجد في النجف
الخصوصية مستمدة من الإمام علي عليه السلام. الأمر الآخر أنه هذا المكان تعرف أن الإمام علي عليه السلام بعدما استشهد أخفي قبره، فكان أنه الأئمة عليهم السلام منهم الإمام زين العابدين. أنت لو تلاحظ البناية القديمة لو يعرضوها يعني الجماعة على التلفزيون، كان هناك يقال مقام الإمام علي وصافي الصفا ومقام الإمام السجاد عليه السلام ومقام الإمام الصادق عليه السلام، يعني توسع. ليش؟ لأن كانت المسألة أنه الأئمة عليهم السلام زين العابدين والإمام الصادق عليه السلام حينما كانوا يأتون للزيارة يربطون الدابة بهالمكان ويعرفون أنه نقطة دليل للإمام مرقد الإمام علي عليه السلام. دكتور نورتني. الله يخليك. الحديث جدا شيق وياك، والموضوع كان اشوق اكثر شيء. انا ما عندي سؤال، عندي شيء؟ طبعا حابين نشكرك شكرا جزيلا دكتور صفاء برهان، كنت ويانا ضيف في صباح العراقية، شكرا جزيلا. انا شاكركم يا رب. احنا نقول ختاما للعراق وعنوان الحضاره ردا على ما قام به الدواعش من العام الاخيره، نقول طولك خارطه وعينك حضاره اور، ومن سومر رموشك صاخر ربك، ونهرين وحضاره وخارطه وتاريخ، يعني انت العراق شلون ما احبك. الله تحيه للعراق، العراقيين اكيد يا رب يحفظ العراق وكل العراقيين من دنس. اي واحد يريد يمد ايده عليه، ما دام عندنا قوات مسلحه وعندنا رجال ابطال حشد شعبي، يا رب يحفظهم ويخليهم. عندنا انتقال تقرير يمش؟ نعم، في مدينه الطب اقيم احد المؤتمرات التي تعنى